عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبير من قناة ازاي نتغير للأحسن. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل الكبدة. أنا هنا قطعت البصل وقطعت واحد قرن فلفل أخضر، وحطيت عليهم توابل، وحطيت معلقتين زيت، وهشوحهم لحد ما يدبلوا. وهنا أنا مقطعة الكبدة شرايح، وحطلها ليمون، وحطلها ملح عشان ما تعملش ريحه زفاره. وهدبل البصل على النار، هدبل البصل وارجع لكم تاني اوريكم هعملها ازاي. وهنا انا حاطه البصل على النار يدبل، بس يدبل شويه ونزل ميته. وبعد كده احط معلقتين توم، معلقتين صغيرين توم، واحط وانزل عليهم بالكبده. وهنا البصل لما دبل بقى اللون الحلو ده وطري خالص، انا هحط عليه الكبده. هنا حوالي نص كيلو كبده او اكتر شويه. هحطه، معلش انا هحطه عشان انا بصور بايد وبحط بايد، مش عارفه اعمل بايد واحده وهوريه لكم. وهنا انا حطيت الكبده على البصل، وادي معلقه الثوم اللي قلت لكم عليها، هحط لها عليها وافضل اقلب واسيبهم على النار على الهادي لغايه ما تستوي الكبده خالص. وهنا انا اضافه حطيت قطعت كده فلفلايه حاميه للي يحب، بس عشان يديها طعم. وهعمل حوالي كوبايتين كبار طماطم، هعملهم على الخلاط عشان اوريكم طريقه الكاتشب. هعصرهم وهوريهولكم. وهنا الطماطم انا عصرتها، وهحط لها معلقه سكر، معلقه من زي دي من بتاعه الاكل، واسيبها على النار تتسبك. وبعد كده اظبط الملح بتاعها، وكده الكاتشب بيكون معانا خلص، بس لما يتقل خالص. وهنا شكل الكبده، وانا عملت جنبها طحينه، وعملت الكاتشب، وعملت بطاطس مقليه، وادي العيش. ويا ريت تيجوا تتغدوا معانا. ويا ريت لو عجبكم الفيديو بتاعي وطريقه عمل الكبده تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.